في حمص وتحديدا بساتين دير بعلبة الشرقية، اكتشف الجيش السوري نفقا يمتد مئات الأمتار تحت الأرض. قال إن المسلحين كانوا يستخدمونه لتهريب الأسلحة وتعذيب المخطوفين. مراسلنا في حمص طارق علي رافق الجيش السوري أثناء هذه العملية وعاد لنا بالتقرير التالي. نحن الآن برفقة الجيش السوري خلال تأمينها مستودعا تحت الأرض كانت تستخدم لتعذيب المختطفين الذين كانوا يختطفون في أوقات سابقة. وهذه عملية التطويق والدعم التي تتم الآن لهذه المغارة تحت الأرض في بساتين دير بعلبة الشرقية، امتداد بلدة السان التي تشهد تواجدا مسلحا كثيفا لأعداد كبيرة جدا. هذا النفق كما كنت قد ذكرت يحوي حوالي 15 إلى 20 غرفة، وما زالت تبادل النيران وتأمين المكان مستمرا لصعوبة دخولنا. إذن هذه المنطقة مطوقة بالمسلحين بشكل كامل. هنا الرائحة تخنق رائحة بارود ورائحة جثث متعفنة أيضا. يبدو أن هذه الأنفاق أو السراديب تمتد لمئات الأمتار داخل الأرض. نغادر هذا النفق بعد أن تعذر علينا التوغل فيه خشية الأبواب الناسفة وبسبب الظلام الدامس في الأسفل. سنعود لنذكر بأن هذه المنطقة مطوقة بالمسلحين بامتداد هذه المزارع وبلدة السان الشرقية، والتي تشهد منذ شهور طوال قطع طرقات واستهداف السيارات المدنية العابرة. وإلى الشمال أي الوراء من هنا تقع كل بلدات تلبيسة والرستن، وهو في الريف الشمالي المشتعل لمدينة حمص.